إلينا بالصوت والصورة من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السيد أحمد عفيفي. أهلا بك سيد أحمد. بداية، النتائج الأولية تشير إلى تصويت الشعب المصري لصالح الدستور، كيف تقيمون اليوم عملية الاستفتاء، وهل هنالك خروقات حدثت؟ صباح الخير على حضرتك وعلى الشعب العراقي الشقيق، ومن القاهرة بنبعث إليكم برسالة عطرة. الحقيقة الشعب والجيش والشرطة يسطرون في اليومين الماضيين ملحمة تاريخية من خلال خروج أكثر من 40% من أصوات الناخبين المخول لهم الانتخاب التحقيق الدستوري، ونزلوا إلى الشارع المصري وصوتوا. الحقيقة وإن كانت المؤشرات بتؤكد الحقيقة تمرير هذا الدستور بنعم بنسبة تتجاوز ما حدث في دستور 2012. نعم. وعن الخروقات، أعتقد أن الخروقات التي تمت كانت عبارة عن مشاجرات ومشاحنات من الجماعة المحظورة. لا يعني الحقيقة ما كانتش كثيرة في الكثير من المحافظات. نعم. ولكن الجيش المصري والشرطة المصرية استطاعت بفضل الله أنها تضبط اللجان الانتخابية، ولكن الحقيقة كان في بعض المشاكل في بعض اللجان، أن كان هناك توجيه من بعض القضاة للناخبين أن هم يصوتوا بلا، ولم يتجاوز عددهم 5 أو 6 لجان الحقيقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات. نعم. ولكن في مجمله الشعب المصري بيبعث رسالة لكل العالم من خلال هذا الاستفتاء أن ما حدث في 30 يونيو هو إرادة شعب مصر ضمنتها القوات المسلحة على الأرض. طيب سيد أحمد، يعني جماعة الإخوان المسلمين أكدت أنها ستقوم بالدعوة إلى تظاهرات حاشدة في عموم البلاد للمطالبة بإسقاط الدستور، كيف تقيمون هذه الدعوة اليوم؟ يعني أنا شايف حضرتك أن هم دلوقتي بيلفظوا أنفاسهم الأخيرة في الحقل السياسي المصري، والدليل على ذلك أن جموع الشعب المصري نزلت في هذا الاستفتاء ولم تستجب لأي دعوة من دعواتهم التي نادوا بها قبل الاستفتاء. فأعتقد أن الشعب المصري الآن في حاجة الحقيقة إلى الاستقرار، في حاجة إلى تحسين وضعه الاقتصادي، في حاجة إلى السياحة، في حاجة إلى الاستثمار. فلن يستطيع جماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال أنها تضر بمستقبل الشعب المصري في المرحلة القادمة. نعم. وأعتقد أن الفترة اللي مرت بالشعب المصري في ال3 سنوات الماضية كانت درسا قاسيا الحقيقة الشعب المصري، وأتمنى على جماعة الإخوان المسلمين المحظورة الحقيقة أن هم يفيقوا بقى مما هم فيه، وأن يبتعدوا عن إثارة المشاكل في الشارع المصري، لأن الحقيقة الاقتصاد المصري أصبح على المحك، وهناك ضرورة أن نفيق جميعا ونعمل لمصلحة الوطن في الفترة القادمة إن شاء الله. طيب سيد أحمد، سؤالي الأخير لك، بعض الأطراف الدولية حذرت من مغبة استغلال الأوضاع الراهنة في مصر من أجل تقويض الأمن، هل تتوقعون تصاعد وتيرة العنف في الأيام المقبلة ربما؟ يعني ربنا يحفظ مصر، وربنا يعني الحقيقة أنا أتمنى أن القوات المسلحة والشرطة تطلع بدورها تماما في المرحلة القادمة، وأعتقد أن هم في أعلى درجات اليقظة والحيطة والحذر. ويمكن كان سيادة الفريق السيسي أكد على أن سيتم استخدام القوة والحسم والحزم في الشارع المصري. فدي كانت رسالة لكل من تخول له نفسه يحاول أن يعبث بمقدرات الشعب المصري في المرحلة القادمة. نعم. الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة أحمد عفيفي، شكرا جزيلا لك.